اوعى تكون برضو ناوي تتسحر فول زي كل سنة، انت بتتعلمش؟ ده الفول بيعمل انتفاخ، الفول ما ينفعش المرضى انيميا الفول، كمان الفول ممكن يزود لك النقرس، ولو بتاكله معلب ممكن يزود لك الاملاح، ده غير ان الفول بيقلل امتصاص المعادن. طب ازاي ناكل الفول من غير ما يحصل لنا كل المشاكل دي؟ طيب عشان تاكل فول صحي 100% لازم الفول يتعمل في البيت، لان الفول من بره في بعض الناس بيضيفوا له مواد عشان يستوي بسرعة، ده غير ان الفول ممكن ما يتنقعش كويس وده ممكن يعمل لك مشاكل، او الفول السخن بيتحط في اكياس بلاستيك فيتسرب من الاكياس البلاستيك دي مواد بتبقى خطر جدا جدا. طيب ورقة وقلم معايا عشان اطلع روح الشيف اللي جوايا واقول لك ازاي تاكل طبق فول يسند معاك في الصيام ويبقى صحي 100%. اول حاجة وانت بتشتري الفول لازم تختار حبوب سليمة لونها موحد مفيش فيها تشققات، تبعد عن الحبوب القديمة لان الحبوب القديمة دي بتاخد وقت في التسوية وبتبقى اتقل في الهضم. تاني حاجة وحط تحت تاني حاجة ده مليون خط، لازم تنقع الفول كويس جدا، مية كتير تغطي الفول على الأقل من 8 ل 12 ساعة، وتغير المية حوالي من مرتين لتلاتة، لأن النقع كتير ولما تتخلص من المية ده بيخليك تتخلص من الفيتك أسيد اللي بيقلل امتصاص المعادن. خلاص بقى استوى الفول، اهرسه وممكن اقشره لان الفول المقشر بيبقى اخف على المعدة. تاني حاجة ممكن بقى اضيف الاضافات اللي تخليه طبق صحي ممتاز، زي اول حاجة الليمون عشان اقدر استفاد من الحديد اللي في الفول. تاني حاجة اضيف الكمون عشان الكمون بيبقى افضل للهضم والجهاز الهضمي. تالت حاجة انا ممكن اضيف زيت الزيتون، دهون صحية مضادة للاكسدة كمان فيها الاوميجا 3. رابع حاجة بقى اضيف الكركم اللي مش بس هيديه لون حلو لكن كمان هحوله لطبق مضاد التهاب قوي. كده خلاص بقى عندي طبق فول صحي جاهز يسد معايا في الصيام لانه مليان الياف هيساعدني اشبع لفترة طويلة. مش بس كده، الالياف دي بتقلل امتصاص الدهون والكوليسترول، فبالتالي طبق الفول ده بقى مفيد لمرضى القلب والاوعية الدموية. كمان هيديني الفوليك اسيد اللي هيساعد في تكوين كرات الدم الحمراء، وكمان هيساعد في علاج الانيميا لاني لما عصرت عليه ليمون استفدت من الحديد اللي فيه. ده غير ان الفول منجم للمعادن، وكمان بيساعد في صناعة التريبتوفان اللي هو هرمون السعادة عشان يخلينا مبسوطين وسعداء. كل واحد فيكم يقول لي سر طبق الفول بتاعه بتاع السحور عشان انزل على صفحتي احسن وصفة باسم صاحب الوصفة.